رغيف الخبز المدعم في منظومة الدعم النقدي، ايه حكايته؟ السؤال اللي شاغل ملايين المواطنين دلوقتي، هل رغيف الخبز المدعم هيتلغي؟ الإجابة لا، لكن طريقة حصولك على الدعم هي اللي ممكن تتغير. دلوقتي المواطن بيشتري رغيف الخبز المدعم ب20 قرش، رغم ان التكلفة الفعلية للرغيف وصلت حوالي جنيه ونص، والدولة هي اللي بتتحمل الفرق بالكامل. في المنظومة الجديدة للدعم النقدي الفكرة مش ان الدعم يختفي، لكن ان قيمة الدعم نفسها توصل للمواطن بشكل مختلف. يعني بدل ما تاخد سلع او خبز باسعار مدعمة بس، هيكون عندك قيمة الدعم داخل محفظة الكترونية مرتبطة ببطاقة التموين، وتقدر تختار بنفسك تشتري ايه. لو اسرتك محتاجة خبز اكتر تشتري خبز، ولو اسرتك محتاجة اي سلع غذائية تانية سكر او مكرونة تقدر تستخدم الدعم وتشتريها. الهدف من النظام الجديد هو منح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته الفعلية بدل الالتزام بسلع محددة، وعشان كده وزارة التموين بتواصل دراسة التحول للدعم النقدي بهدف ضمان وصول الدعم للي يستحقه وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، طبعا ده مع الحفاظ على قيمة الدعم في مواجهة ارتفاع الأسعار. فالخلاصة رغيف الخبز المدعم مش هيتلغي، لكن الدولة بتدرس تحويل قيمة الدعم لنظام نقدي بيدي المواطن حرية الاختيار في الشراء، سواء خبز أو أي سلعة تانية حسب احتياجات كل أسرة.